السنوية لمحافظة الدقهلية. محافظ الدقهلية يقوم بجولة ليلية مفاجئة بشوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات، والتقى بالمواطنين بمساكن الجلاء واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم. اللواء مرزوق الحفاظ على مستوى النظافة الذي وصلنا إليه لحين الانتهاء من تطبيق منظومة الجمع المنزلي. المحافظ رفع القمامة أول بأول وكنس الأتربة وغسيل البلورات لتحسين الصورة البصرية. اللواء مرزوق تكثيف حملات رفع الإشغالات من شوارع مدينة المنصورة وتسهيل الحركة المرورية. المحافظ مصادرة جميع تروسيكلات النباشين الغير ملتزمين بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة المنصورة. قام اللواء طارق مرزوق محافظ دقهلية بجولة ليلية مفاجئة بشوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات، والتقى بالمواطنين بمساكن الجلاء واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها والعمل على حلها. كما أكد محافظ الدقهلية برفع القمامة أول بأول وكنس الأتربة وغسيل البلورات لتحسين الصورة الضوئية. ده بالإضافة أعزائي المشاهدين إن بيبقى حريص دايما اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على الجولات المفاجئة السرية، ومنها المرور طبعا على المخابز والمرور على المستشفيات ومتابعة سير تطوير الوحدات المحلية وبالتحديد ملف التصالح. ده من ضمن الجولات اللي بيقوم بها دائما اللواء طارق مرزوق. ما زلنا معنا أعزائي المشاهدين نتابع مع حضراتكم أهم أخبار محافظة الدقهلية. مهرجان مسرح الغرفة بمكتبة مصر العامة بالمنصورة في دورته الأولى دورة الفنان سمير العدل في الفترة من 2 نوفمبر ل 7 نوفمبر برعاية دكتور أحمد سعيد السلاب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية. واشتمل المهرجان على عدد 6 عروض مسرحية، ومنها طبعا العرض الأول إخراج محمد الخولي، والعرض الثاني اللي هو الحبل إخراج جون رؤوف، والعرض الثالث في الانتظار إخراج حسين وحيد، والعرض الرابع الدبلة إخراج روزيت هاني، والعرض الخامس ليت الفتى شجرة إخراج عربي علام، والعرض السادس أغنية على الممر إخراج خالد هشام تحت إشراف طبعا مديرة المكتبة دكتورة رباب عبد المؤمن، ومدير المهرجان الفنان أحمد العموش، ومشرف النشاط دينا عرفات. ده أعزائي المشاهدين أيضا بنؤكد أن في اهتمام من اللواء طارق مرزوق بعودة الصالون الثقافي وعودة الفكر الثقافي والتنمية الثقافية في محافظة الدقهلية، وده نشاط مكثف بتقوم به مكتبة مصر العامة تحت رئاسة الدكتورة رباب عبد المؤمن، وأيضا فريق عمل يعني بيعملوا مجهودات كبيرة جدا، منها طبعا الأستاذة بسمة حمدي مديرة العلاقات العامة بالمكتبة، والأستاذ محمد السلموني، وأيضا المنضم حديثا عبد الله وجدي. فريق العلاقات العامة قايمين بدور كبير جدا في مكتبة مصر العامة، وأيضا دور مؤثر للأستاذة نانسي المونجي. ده بنقول طبعا قد إيه المجهودات المبذولة في تطوير منظومة الثقافة في محافظة